2017 وقبل ما تطل علينا 2018، وفي إطار سلسلة من الحوارات بتقوم بيها الحكاية مع الكتاب والسياسيين والمهتمين بالشأن العام، قابلنا النهارده الأستاذ خالد قنديل، الكاتب والمفكر السياسي والمهتم بالشأن العام. حاولنا نعرف منه إيه النقط اللي استوقفته في 2017 وإيه أمنياته وأحلامه ل 2018. الأستاذ خالد قنديل هو كاتب مهتم بالشأن العام وأحد خبراء الإدارة في مصر والعالم العربي. في عام 2005 قرر خوض المعترك السياسي، فشارك في تأسيس حزب الجبهة الديمقراطية، وبعد كده قام مع عدد من المثقفين والسياسيين بتأسيس حزب المصريين الأحرار، وكان أول رئيس لهذا الحزب، وهو أول حزب بيتم إنشاؤه بعد 25 يناير. في 2017 أثارت آراء خالد قنديل ومقالته جدل كبير بين أوساط المثقفين والمتابعين لصفحته على الفيسبوك، خاصة آراءه حوالين الواقع السياسي المصري ومستقبل الديمقراطية. أقدر أستوقف عندهم في 2017 نمرة واحد تيجي قصة وصول ترامب للحكم في أمريكا، لأن الحقيقة وصول ترامب للحكم مش موضوع مش أمريكي، ولكن المنهج اللي هو بيتعامل فيه في السياسة هو بيتحدى فكرة الحكم من خلال المؤسسات، وبينقل النظام الديمقراطي اللي هو المفروض ده النظام الأمريكي من حكم مؤسسات لحكم فرد. وبالتالي أنا أقدر أقول إنه إحنا النهاردة على المستوى العالمي الديمقراطية بتواجه محنة كبيرة جدا، لأنه ترامب واللي هو بيعمله كرئيس لأقوى دولة في العالم وأكبر دولة ديمقراطية في العالم، مش بالضرورة أحسن دولة ديمقراطية ولكن أكبر دولة ديمقراطية في العالم، بيطرح تساؤل في دول كتيرة جدا حوالين قيمة الديمقراطية وأهمية الديمقراطية. وبالتالي أنا بشوف اللي ترامب عمله في 2017 هو إدى ضوء النجاة لأنظمة ديكتاتورية موجودة كتير جدا في العالم اللي احنا عايشين فيه، إنها تمشي على نفس المنهج، وإنه ما يبقاش عندها حرج من المجتمع الدولي ولا من الرأي العام العالمي، وبالتالي ولا حتى من الرأي العام المحلي اللي موجود في الدول بتاعها، إنها تدافع عن الطريقة اللي هي بتدير بيها الحكم. الجزء الثاني اللي هي قضية استطلاعات الرأي. احنا كنا دايما بالذات في الجزء اللي احنا عايشين فيه في العالم بننادي دايما بوجود صناعة استطلاعات الرأي بشكل مستقل وشكل حر، ومحتاجين ان احنا نعرف معلومات عن اللي بيحصل ورد فعل الشارع ومش عارف ايه. الحقيقة السنتين اللي فاتوا دول استطلاعات الرأي سواء في امريكا او في اوروبا الغربية فشلت في انها تعكس رد فعل الشارع. شفنا ده في انتخابات ترامب، شفنا ده في الانتخابات الفرنسية، شفنا ده في حتى لما جت رئيسة وزراء بريطانيا وقالت أنا هعمل استفتاء على بريكسيت، لما قصدي رئيس وزراء بريطانيا قبل كده جت رئيس وزراء البريطانية حابت تاخد تفويض من الشعب إنها تزود حجم حزب المحافظين، في فرنسا الانتخابات الفرنسية، في ألمانيا، في النمسا. فاستطلاعات الرأي فقدت كتير من المصداقية بتاعتها في العالم الغربي. بعتبره برضو تغير جوهري ظهر في 2017. محتاجين يمكن نفكر مع وجود السوشيال ميديا انه قد يكون جس نبض الجماهير عن طريق استطلاعات الرأي اللي موجودة النهاردة بينتهي دورها، ويمكن تظهر حاجة تانية من خلال السوشيال ميديا وقنوات التواصل الاجتماعي. الحاجة الثالثة وهي يعني ما تجيش كأهمية ثالثة ولكن هي تيجي طبعا من وجهة نظري كأهمية أولى، هي قصة القدس واعتراف أمريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل وقرارها بأنها هتنقل السفارة الأمريكية للقدس. الحقيقة أنا لا رأيي في الموضوع ده، بقول فيه إنه أنا مستغرب من استغراب الناس، أنا مستغرب من إن الناس انزعجت
احنا القضيه الفلسطينيه فرطنا فيها بقالنا اكتر من 40 سنه، وبقالنا 40 سنه اسرائيل بتبني مستوطنات في كل مكان في اسرائيل، سواء كانت الارض اللي هي يعني العالم قبل او اعترف ان دي دوله اسرائيل، او الاراضي المحتله من سنه 67. الاراضي دي كلها بيتبني بيها مستوطنات بشكل مكثف. بقى في أغلبية يهودية في كل مكان في إسرائيل بما فيها الدول المحتلة. القدس هو المكان اللي موجود فيه الحكومة الإسرائيلية بقالها عقود. البرلمان هناك. كل الزيارات الرسمية اللي بتتم في القدس، ما بتتمش في تل أبيب. اللي عمله ترامب من وجهة نظري ان هو ازال القناع. احنا كنا عندنا نوع من يعني بنحاول نداري في ان احنا ما زلنا بنطالب بحاجه الحقيقه ما بقتش موجوده. شيء مؤلم، شيء محزن، لكن هي دي الحقيقه. انا راجل بشجع كوره من سنه 57، وكانت امنيه حياتي دايما ان احنا نوصل لكاس العالم. وانا من يوم ما وعيت على الدنيا ما وصلناش كاس العالم الا مره واحده، وبالتالي 2018 هي المره الثانيه في حياتي اللي هنوصل فيها كاس العالم. فبالنسبه لي كاس العالم حاجه مهمه جدا جدا جدا، بغض النظر عن الظروف السياسيه والاقتصاديه والارهاب والحاجات الثقيله اللي احنا كلنا عايشين فيها، لكن حلم الوصول لكاس العالم اتحقق. لكن اتمنى ان منتخب مصر يبقى عنده القدره ان هو يلعب مباريات يعني ممتعه ويفوز وينتقل الى الادوار الاعلى. هي انا للاسف مش قادر اشوف اي حاجه يعني اقدر اتكلم فيها في 2018 في المستوى المجتمعي. انا من وجهه نظري الشخصيه جوه مصر السياسه انتهت، المجتمع المدني انتهى، ودور الشباب مش مسموح بيه الا الشباب اللي بيتنقوا يروحوا شرم الشيخ. انا بتكلم بمنتهى الامانه. لكن الشباب الحقيقي اللي هو قام بتغيير وقام يعني حاول ان هو يسلم مصر لاصحابها واهلها، يعني غير مسموح ليهم. فانا الحقيقه اي احلام هقولها عن 2018 هحس ان انا يعني بنافق نفسي. فباستثناء كاس العالم، وطبعا ربنا يبارك محمد صلاح هو الوحيد اللي بيفرحني النهارده. يعني لما بصحى الصبح بتابع ماتشاته وبشوف اللي هو بيعمله، ما عنديش حاجه اقولها. الحلم الشخصي بالنسبه لي يخص ولادي واحفادي. اتمنى انه يعني ظروف تكون احسن ليهم، والامل يكون احسن ليهم، والاحلام اللي ما بقتش متاحه للشباب، شباب مصر بالذات يعني، وشباب موجود في حتت تانية في العالم، لكن اللي يخصني شباب مصر، ان الحلم يرجع تاني. لانه الانسان من غير حلم تقريبا ميت. فاتمنى انه ولادي واحفادي وطبعا كل الشباب الجميل اللي موجود يرجع له تاني الحلم ويرجع له تاني الامل ويقدر يحقق لنفسه. على المستوى الشخصي انا يعني حلمي الشخصي بينحصر دلوقتي في ولادي واحفادي، مش اكتر من كده يعني.